السلع الغذائية هل موجودة عندكم وأسعارها عاملة إيه؟ السكر مش متوفر والرز مش متوفر، حتى لو متوفر غالي، حتى في سعر الجملة غالي. إيه تاني الأسعار اللي عندكم أو السلع اللي عندكم مش متوفرة وأسعارها غالية؟ وأنتوا كنتوا بصفة عامة المعيشة معاكم عاملة إيه؟ احنا هنا مش على الخريطة. المنطقة الجبل الأصفر والخنكة دي الدايرة دي مش على الخريطة. مفيش اهتمام، مفيش خدمات. من أول بقى الصحة زي ما أنت شايف كده الصوت اللي احنا سامعينه ده. وده في ذات نفسه مرض. ده يجيب عيا للناس. بس. طب المعيشة عاملة إيه معاكم؟ هو الحمد لله البلد دي ربنا هو اللي ممشيها من عنده. لا رئيس جمهورية ولا غير رئيس جمهورية. لو جابوا واحد أجنبي برضه هنفضل ماشيين زي ما احنا كده. ليه؟ احنا خلاص احنا فقدنا الأمل. مفيش. أنا فقدت الأمل عن نفسي يعني. هي البلد دي هنفضل فيها زي ما احنا كده. هو اللي فوق فوق واللي تحت هيفضل زي ما هو مش هيتحرك. بس. ومرتبك مكفيك؟ الحمد لله. عايش إزاي طيب؟ ببركة ربنا. ومش هتصدق لما قلت لك أنا باخد كام. كام؟ مش هتصدق خلاص بقى. يعني أنا المرتبات هنا في البلد دي بتتراوح من 800 جنيه ل 1200 جنيه، ده أقصى شيء في الوقت الحالي اللي احنا فيه. وقادر تعيش بيهم؟ الحمد لله، وربنا لسه كرمني بطفل تاني. الحمد لله. طب تفتكر مين سبب غلاء المعيشة اللي احنا فيها؟ والله أنا مش هرمي كل حاجة على الحكومة، برضو الشعب فيه جزء. الشعب بيتحمل جزء. بعض من الناس هم برضو السبب في الأزمات اللي احنا بنحصل فيها دي. ناس بتخزن. بس هو ده برضو يرجع للحكومة عشان مفيش كنترول، هنا مفيش رقابة عامة على أي حاجة. كلمنا عن أسعار السلع الغذائية وأسعار المعيشة معاك عاملة إيه؟ والله زي بقيه الناس اللي موجوده، اللي انا اعرفه كده بقول لك السكر هنا بيبقى 10 جنيه 12 جنيه، ده اللي موجود يعني. ده اللي موجود حوالينا. بقيه السلع الثانيه والله سعر السوق. الناس بتشتكي ان القطه كلها غاليه، الناس بتشتكي من الاسعار غاليه. الرز انا جايب شكاره ب 135 جنيه. ده اللي المفروض الشكاره ال 25 كيلو، يعني الرز بيبقى فيها ب 6 جنيه او ب 6 وشويه. ده اللي موجود، ده اللي احنا شايفينه هنا. الميه احنا بنتكلم على المنطقه اللي احنا بنخص فيها منطقه الجبل الاصفر الموجوده دي، الميه فيها غير صالحه للاستخدام. الميه فيها طحالب، الميه مالحه وما فيش جديد. الميه مخلوطه بميه ميه معدنيه، ميه بتاع دوت ميه معين من تحت الارض. المحطه اللي هي المفروض محطه السرياوس بتاعت الميه فيها عاملين فيها ابار من تحت الارض وبتخلط دي بدي. فالميه مالحه. عشان نشرب ميه نظيفه يعني الفلتر اللي هم بيتكلم عنه اللي هو 3 شمعات دوت، طبعا ده معلش مش هيعمل حاجه. عشان تجيب فلتر اقل بيت عايز فلتر ب 1000 ونص عشان يعرف يشرب ميه نظيفه. ده اللي يعني ده المتاح. خلاف كده انا بقول لك انا خدمت في القطاع الخاص حوالي 25 سنه وطالع بمعاش. اخر حاجه بعد كل الزيادات اللي نزلت في خلال السنين اللي فاتت 600 جنيه عشان اقدر اعيش. بعمل السبوبه ديت عشان اقدر اعيش منها يعني بالعافيه. عندي عيلين معلش عيلين في الجامعه الله المستعان، يعني مصاريفها عن السي ربنا يعيننا على الحال. بس ده اللي اقدر اقوله لك، لكن مش شايف مين السبب في غلاء الأسعار ده؟ والله السبب احنا بلدنا مش شغاله، بلدنا ما بتنتجش. ما فيش انتاج عشان اقول لك مثلا ايه. ما لو البلد اشتغلت، لو في موارد البلد تشتغل اكيد حاجه هتنزل. لو معلش لو بنهتم بزراعه اكيد حاجه هتنزل. ما احنا المفروض معلش يعني هو الاسعار دي مش المفروض زرع، واحنا المفروض ان احنا بلد بنزرع. طب احنا ما بنزرعش. الفلاحين بيبوروا ارضهم عشان يبنوه. مش ده الموجود، مش ده المتاح. ده اللي انا شايفه، لكن ما اعرفش بقى انا زرت. لكن هتقول لي مين الاسباب؟ الله اعلم بحال. انا قصه السياسه الواحد مش قادر يخش فيها لان مش انا خايف على نفسي، خايف عليا وخايف على الناس كلها. ما نعرفش الجو يبقى شكله ايه. اللي جاي شكله الله اعلم بحاله يعني، وربنا يستر علينا وعليك. عن أسعار المعيشة والغلاء اللي احنا عايشين فيه ده عامل معاك إيه؟ الأسعار طبعا مرتفعة بشكل عالي جدا، يفوق دخل أي بني آدم. عالية جدا. زي إيه كده؟ يعني في سلع التموينية الأساسية دلوقتي زي الرز والسكر بقى صعب الحصول عليها، حتى بالسعر العالي برضو صعب الحصول عليها. في أدوية بقى، في حاجات تانية برضو بنعاني إن احنا نلاقيها. المرتب اللي بيخش لك قادر تعيش بيه؟ لا والله المرتب ده يعني لو حضرتك تقول لي تقدر تعيش بيه انا اعيش بيه، بس في الارتفاع الاسعار دوت ازاي اي نسبة وتناسب يمشي معاها المرتب ده؟ يعني مثلا بيخش لك كام وبتصرف قد ايه؟ يعني انا عندي 4 اولاد والزوجة طبعا بيخش لي في الشهر حوالي 1800 جنيه عشان اصرف كده انا والاولاد وبيت ومعيشة وكده. محتاج مش اقل من 4000 جنيه في الاسعار الحاليه دلوقتي. طب تفتكر مين السبب في غلو الاسعار؟
والله يا استاذ، يعني المفروض القائمين على الدولة هم اصحاب الشأن في الإدارة. يعني احنا بنروح نشتري، بس مش احنا اللي بنجيب الحاجة ولا احنا اللي بنصنعها. بس. السلام عليكم. العيشة صعبة والراتب ما شغالش، واحنا ما معناش شغلانة نشتغلها، دينا قاعدين اهو. الاسعار عامله معاكم ايه؟ الاسعار صعبة علينا. السكر ب10 جنيه واحنا ما عاملينش تسليم، ما بنستلمش زي الناس. كل يوم لينا كيلو سكر للعيال ونشرب ونعمل، هنقضي السكر ولا الاكل ولا ايه بالظبط. وبقيه الاسعار السلع الثانيه عامله ايه معاكم؟ كله غالي. زي ايه كده؟ كل حاجة غالية، الخضار غالي والبطاطس غالية وكل حاجة غالية. والنور غالي علينا، بيدي كل شهر غالي. كل حاجة غالية. تمام. وانتوا قادرين تعيشوا في هذا حاجه؟ مش قادرين نعيش، عايشين على قد حالتنا، عايشين بالراحة. معاكي كام عيل؟ 2 بس، ومش هجيب تاني. ليه؟ عشان العيشة صعب. انت العيشة اللي احنا عايشينها دي عايز عيال تاني؟ مش عايز عيال تاني. الحمد لله على كده، بس نكفيهم ونعلمهم ونربيهم ونأكلهم أهم حاجة. مين السبب في المعيشه الغاليه؟ مش عارفين. حسب الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. مين السبب؟ مش عارفة مين السبب. انا معايا، خدت بالك، معايا 5 عيال ومش عارف اكلهم، وقاعد بالايجار، وبقول لك بيصرفوا معاشات وبيصرفوا بتاع ولا طالعين حاجه خالص، ولا غلا ما عرفش خلينا نمشي يمين ولا شمال، وعيالي مش شغاله ولا انا شغال ولا في شغل في البلد نهائي، والناس بتبيع كيلو السكر ب 10 جنيه وب 12 جنيه وب 15، ما علاقينش ناكل بصراحه. والسكر بس اللي غالي؟ لا، كل حاجه غاليه. اللي يقول لك السكر، لا، كل حاجه غاليه، والناس هنا بتبيع ضلاليه ما عندهاش ذم ولا دين. المفروض يكون في رقابه، يكون في ناس تراعي الناس دي، وناس تبص على حال الناس. ما فيش، زي ما انت شايف. يقول لك واحد بالغ بتاع التموين، طب ادالك في مين انت؟ خدت كيلو ب 10 جنيه، ادالك في مين؟ ما لاقيش حد تبلغ ولا في رقم تليفون. خدت بالك معايا دول نتكلم بالمسؤولين ولا في اي حاجه. هذا اللي حاصل معنا. مين السبب في المعيشه الغاليه دي؟ والله ما فيش، هقول لك ايه يعني السبب في مين؟ فينا احنا ببعضينا، هنكذب على بعض، احنا بنستغل بعضينا. انما من حكايه الدوله، خدت بالك معايا الراجل ماشي محترم 100 فل 14. ايوه بقى كمل. لا محترم، لا كمل. امال هتقول ايه؟ الراجل محترم، عمل حاجات ما عملهاش اي رئيس قبل منه انجاز. عمل لا مؤاخذه قناه السويس، وعمل لا مؤاخذه كباري، وعمل شغل، وعمل في الصعيد شغل، في كل حته شغل. راجل محترم، بس ما حد الصبر من البشريه دي، البشريه بتاكل في بعضيها. انت قادر تصبر طيب؟ بس هعمل ايه طيب؟ قادر تصبر؟ امر ربنا، هروح اعمل ايه؟ هدم في الراجل؟ الراجل ما يستحقش غير كل خير. بس انما ان كان كده صبر بتاع ربنا، هو الراجل هينزل لك بطياره يدي لك فلوس تاكل؟ احنا مع بعضينا بناكل بعضينا. ايوه العفو. منطقة الخنكة كلها السكر مختفي، التموين ما نزلش عند البقالين التموينين في منطقة الخنكة كلها لغاية دلوقتي، والبقالين قافلين. خدت بال حضرتك؟ وطبعا جميع السلع زادت. علبة الجبنة العبور لاند كانت ب 3 جنيه و60 قرش، أصبحت ب 5 جنيه. كل حاجة تجيبها يقول لك الأسعار غلت على مستوى المنطقة كلها. فطبعا هنعمل ايه؟ يزود الدخل، يزود دخل المواطن. المعاشات تعبانه، انا راجل على المعاش، المعاشات تعبانه، ومعايا 6 أولاد، اسره، اعيش ازاي؟ كنت شغال ايه؟ انا كنت في الداخليه زمان، طلعت على المعاش من قبل الثوره، معاش قليل. قبل الثوره كان ادخل امين شرطه، خدت بالك، ما وصلش 400 جنيه. النهارده بعد الثوره صلاه النبي احسن. اقول ايه؟ تفتكر مين السبب في غلاء المعيشه؟ الله يعلم. التجار، جشع تجار. التجار بيقول لك الدولار ومش الدولار، وكله بيرمي على الدولار. عاوزين نعرف الحقيقه فين. عاوزين نعرف الحقيقه فين. انبوبه الغاز بتتباع بكام النهارده؟ بتتباع ب 30 جنيه وب 40 جنيه. فين الرقابه؟ مفيش رقابه في الاسواق. مفيش. طب هنعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته. السلع الغذائيه عامله معاك ايه؟ اللي معاه ياكل، اللي معهوش الله يموت. بس انت شايف العيشه اللي معاه ياكل واللي ما معهوش يموت. بس هذا اللي انا اقدر اقوله لك. انت
تفتكر مين السبب في الغلو ده؟ مين السبب؟ الله اعلم. الله اعلم من السبب. في ناس تقول لك التجار، في ناس يقول لك ان التجار مش عليهم مراقبه. التاجر دلوقتي مش عليه مراقبه. فين المراقبه اللي على التاجر؟ مفيش رقابه خالص. ايام السادات كنا بنشوف تومين، النهارده ما بنشوفش تومين. عربيه التومين كانت بتلف وبتشمع المحلات من المخالفه، النهارده فين التومين ده؟ بس انت شايف ان مفيش رقابه فعشان كده في مفيش اي رقابه خالص. انا دلوقتي بسرق مفيش حد حاكمني، لازم اسرق. جاي لكن انا لو اتمسكت ودخلت السجن اللي وراه مني هيحرم يسرق. بس قادر تعيش بالمرتب بتاعك؟ الحمد لله. معايا باكل، ما معيش باكل. بتقبض بكام؟ بتقبض كام؟ انا سوق حر ماليش مراتب. الدنيا معاك كويسه؟ الحمد لله، نحمد ربنا على اللي احنا فيه. اللي معاه يتعالج واللي ما معهوش يترمي بره المستشفى. انا الاسبوع اللي فات لفيت براجل غلبان مستشفى عين شمس، مستشفى الزهراء، مستشفى كوبري القبه، ما لقيتلوش سرير. رحت عملت له عمليه ب 12000 جنيه، لميناهم من بعض. وراجل على باب الله غلبان ما حلتوش حاجه. لو ما لميناش من بعض الفلوس كنا هيعمل ايه الراجل ده؟ بس